السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام عاشور. إمام عاشور جاي له عرض قوي جدا من نادي نيوم السعودي. طبعا العرض دوت هو يعني مقدمين عرضين. في البداية كانوا طالبين عرض طالبين إن هم يشتروا إمام عاشور. بس طبعا العرض دوت الأهلي رفضوا إن هو يبيع إمام عاشور بيع نهائي. طبعا كان العرض ده قوي جدا، كان كلموه في 5 مليون دولار عرض ان هم عايزين يشتروا امام عاشور. بس طبعا الاهلي ما فتحش القصه خالص وما فتحش مجال في الكلام، فالعرض اتغير بقى طالبين امام عاشور اعاره. بكام بقى يا زميلي؟ بكام؟ طالبين امام عاشور اعاره ب 3 مليون دولار لمده موسم، ومرتب اللاعب هيبقى 3 مليون دولار. انت متخيل الارقام الغم اللي احنا داخلين عليها؟ رقم كبير جدا الحقيقه. وطبعا الموضوع دوت يعني عامل ازمه في النادي الاهلي بين القبول والرفض. بس هو بنسبه كبيره ان العرض دوت يعني بنسبه كبيره ممكن يترفض، مع انه عرض مغري. بس هي القصه كلها ان انت داخل على كاس عالم للانديه، مع ان انا شايف يعني انت هتجيب بالرمضان اهوت اما تطلع امام عاشور السنه دي. بس برضه امام عاشور شايلك الحقيقه، لعيب تقيل. انا مش عارف يعني، عارف انت، انا خايف الموضوع مغري. يعني انا كراجل اهلاوي ما اقدرش اخد قرار فيه. يعني مش عارف بقى يعني اطلعه مثلا سنه وابقى انا استفدت بال 3 مليون دولار ولا لسه. بص، هو كده كده الدنيا حاجات كتير هتتغير من بعد كاس العالم للانديه. حاجات كتير جدا، في لعيبه كتير هتمشي ولاعيبه كتير هتكون موجوده، هتلاقي الاشكال اتغيرت يعني. طبعا زيزو هيتاخر علينا ساعه ونص عشان للاسف الاتحاد اجل الماتش بتاع الزمالك اللي كان المفروض 8، هيتلعب الساعه 9 ونص عشان هيبقى موافق يوم وقفه عيد الاضحى. كل سنه وحضراتكم طيبين. فطبعا اجلوا ساعه ونص عشان الناس تقدر تفطر براحتها يوم وقفه عرفات ان شاء الله. الناس تقدر تفطر وتقدر تتفرج على الماتش، ما يبقاش الموضوع قريب من بعض يعني. لان زي ما احنا عارفين المغرب بيدن الساعه 8 وثلث، فهيبقى الموضوع صعب، هيبقى الناس لسه ما فطرتش يعني. المغرب بيدن 8 وثلث، 8 وثلث 8 وثلث لا 8 الا 8 وثلث ايه، 8 الا 10 8 الا 10 بالظبط المغرب بيدن. فهيبقى فاضل 10 دقايق، الناس مش هتلحق تفطر. فعشان كده اجلوا الماتش ساعه ونص. الاخبار بقى اللي فرحتني جدا يعني، تمام. رامي ربيعه، اكرم توفيق، كريم ندفد. الحمد لله خبر سعيد على كل الاهلاويه. كريم ندفد طار، اكرم توفيق شكرا استماره، رامي ربيعه مع نفسك في النادي العين باين مع نفسك. بس هو رامي ربيعه يعني بالنسبه لي هو عمل اللي عليه مع الاهلي. بالنسبه لي انا مش زعلان من رامي ربيعه. رامي ربيعه عمل مع الاهلي اللي هو يعني خلاص. انا شايف ان هو اصلا مدافع على قده، فاهمني؟ فخلاص انا خدت منه اللي انا عايزه. هو بقى عايز يروح يلعب له سنه سنتين يكون يمسك فيهم مبلغ محترم ويعتزل، فدي الحقيقه ماشي تمام. فيعني انا مش زعلان من رامي ربيعه، لان انا شايفه اصلا يعني مستواه اقل كتير ان هو يلعب في الاهلي. شكرا. وعندك طبعا خالد عبد الفتاح بره، عمرو السوليه برضه احتمال كبير ما يبقى اخر موسم ليه الموسم ده. طبعا بقى انت عندك اللي داخل، عندك مين؟ عندك بن رمضان داخل، عندك جبت بيكهام، مش عارف ليه بيكهام جبته من سيراميكا رجعناه. عندك اللاعب اللي هو بتاع غزل المحله الجزار، مدافع برضه يعني شايف ان مش قوي قوي بس هو لعيب يعني مجتهد، تمام. عندك مين تاني يا ربي؟ مين تاني؟ عندك محمد الضو، خلاص يعني هيفسخ العقد بالتراضي مع الاهلي، لانه هو يعني اللاعب ده كويس جدا بس انت ما استفدتش بيه، ما اديتلوش فرصه وما عملتلوش اي. الواد ده كان جاي لك هداف الدوري المغربي وكان جاي لك، بس يعني هو مش شكل الاهلي، تمام، مش شكل الاهلي. بالنسبه لعلي معلول، علي معلول هو حتى الان المدرب ما اداش القرار فيه، المدرب الجديد، لان هو المدرب الجديد لسه
يعني هو معجب بعلي معلول، بس هو لسه حتى الان ما خدش القرار هو علي معلول مكمل معاه ولا لا. بس انا نفسي يكمل معانا يعني، لان علي معلول يعني قيمه وقامه كبيره، ده محترف زي ما قلت لكم. علي معلول دوت لو بيلعب على كرسي بعجل هيأدي احسن من اي باك شمال ممكن يلعب معاك في الفرقه. هيديك كورتين 3 اجوان يا بيه. طبعا عندك طبعا اللي راجع ديانج، حمدي فتحي، كل اللعيبه دي راجعه. فطبعا هيبقى السكواد كويس جدا. طبعا ما ننساش تريزيجيه كمان راجع. الموضوع هيبقى قوي جدا في كاس العالم للانديه. بس لسه هنشوف قصه العروض اللي بدات تيجي للعيبه بتاعتنا. فاتمنى لو المعلومات دي عجبتك وشويه المعلومات الكتير دي عجبوك، يا ريت ما تبخلش علينا باللايك وتعمل اشتراك في القناه عشان تتابع معانا كل جديد. شكرا.